كانت ناينا تضع طلاء الأظافر عندما لاحظت أن جلد قدمها يبدو غريبا. حدقت بدهشة في البقع السوداء الصغيرة على قدمها، ولكي تفهم ما هو الأمر قامت بلطف بنزع الجلد المتقشر قليلا، ثم بدأت بحذر في تنظيف الجلد المتبقي شيئا فشيئا. زاد هذا من حيرة ناينا، لكنها لم تولي الأمر اهتماما كبيرا. لم تدرك أن ابنها الأكبر كان يراقب كل هذا من بعيد. شعر جاك أن هناك شيئا غير صحيح، فغادر المنزل بسرعة مع شقيقه الأصغر. في الخارج كان المطر يهطل بغزارة. ركض الشقيقان نحو منزل الجيران. عندما ألقى مايك نظرة من النافذة بدا المنزل فارغا تماما، فتسللا إلى الداخل عبر فتحة صغيرة. لا تهرب، الله يراك. اكتب يا الله وانشر القرآن. إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. لا كهرباء والهاتف معطل. اضطرا للجلوس بجانب خيمة واثقين أن أمهما ستجدهما. بعد فترة وأثناء استقرارهما سمعا صوتا خافتا من السقف. دقق مايك النظر لكنه لم يرى شيئا. طمأن نفسه بأن الصوت ربما كان مجرد صوت المطر الغزير. بدت بصمة على النافذة. ارتبك مايك، لكن لدى اقترابه وجدها مجرد تأثير للرطوبة والظلال. وسط هذا الارتباك والخوف غاف مايك. فجأة استيقظ مذعورا ووجد ضباط الشرطة واقفين أمامه. لاحظ الضباط حاجة الطفلين للمساعدة فخاطبوهما بهدوء. شرحت إحدى الشرطيات أن الخوف والظروف ربما جعلاهما يسيئان تفسير بعض الأمور. وبعد محادثة قصيرة قررت الشرطة أن تعيد الطفلين إلى المنزل بأمان. أراد مايك أن يقول شيئا، لكن الشرطة كانت قد رتبت كل شيء بالفعل. بينما كان الأخوان واقفين مع الشرطة شاهدا والدتهما تتحدث مع الضباط، لكنها كانت تتصرف بشكل مختلف عن السابق وكأن الظروف قد غيرتها.